السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم مطبخ الهمة السعدية. وصفتنا اليوم الشباكية اللي ما كيتقال منها حتى شي واحد في رمضان. غادي ندوز معكم المكونات. هنا عندي 2 كيلو ديال الدقيق نوعية جيدة و2 زلايف. كل كيلو كنزيد معاه زلافة ديال الدقيق. وعندي 2 كؤوس ديال الزنجلان اللي صهدتو ونيلتو بعبار طبيعة الحال ديال العنبة بالكاس العنبة، مع كأس ديال اللوز اللي طحنته بقشورو خضر نفس الشيء بعبار ديال العنبة حتى هو طحنته باش ما يقطعليش العجين. 2 معالق كبار ديال القرفة اللي نيلتهم. هنا عندي شوية ديال المسكة حراق مع قريصة ديال الملح وشويه ديال الكوزه. بالنسبه للزرارع هنا عندي من كل حاجه 2 معالق كبار بالنسبه للنافع والحبه حلاوه. صافي غادي نخلط هاد النواشف حتى يندمجوا، ومن بعد غادي نزيد ليدام اللي هو عندي 2 كؤوس بعبار ديال العنبه ما عامرينش ديال زيت العود. انا كيعجبني زيت العود في الشباكيه. وهنا نفس الشيء عندي بالنسبه للزبده اصل حيواني اللي حيدت منها اللبن ديالها حتى ولات على شكل نوازيط. صافي وغادي ندخل ليدام في داك الدقيق كامل. انا هنا كيعجبني نخلط بيدي. غادي ندخل فيها ليدام حتى يندمج مع الدقيق كما كتلاحظوا، ومازال غادي ندوز نغربلها حتى كتولي حبه وحده باش كنضمنوا ان الشباكيه تجي مجعبه وتجي كلها شاربه ليدام. صافي غادي نستمر حتى ساليت الكميه اللي عندي كامله غربلتها. هنا غادي نخليها تبات حتى الله غدا لي. انا قسمت الخدمه. بالنسبه للسوائل هنا باش غادي نجمع الدقيق غادي نعطيكم القدر ديال كيلو. انا قسمت الكميه. عندي كاس ديال المزهر اللي درت فيه قريصه ديال زعفران شعره وصفر بيضه، ربع كاس ديال الخل، وعندي كاس ديال الماء. صافي هنا. وبالنسبه للخميره درت معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى مع تقريبا حمصه ديال الخميره ديال الخبز. صافي هنا غادي نبدا نجمع تدريجيا باش ما تجراش ليا العجينه. من الاحسن تكون العجينه قابطه في راسها باش كتجيكم الشباكيه هشيشه، ما تجروهاش. وبالخصوص للمبتدئات اللي تتكون يدهم مازال ثقيله في التشباك باش يغلبوا عليها يستحسن ان ديروها تكون شويه قابطه في راسها. صافي غادي نستمر حتى نلم العجين ديالي. كنزيد بشويه بشويه وانا كنجمع كما كتلاحظوا في الصوره. انا ديجا شاركت معكم طريقه. صافي هذا هو القوام ديال العجين كما كتلاحظوا. غادي نقطعها الى قطع وغادي نبدا نشكل فيها على شكل ظرف. غادي نطلقها بالدلاك. هنا جلست الارض تنخدمها فوق من الطابله باش كتغلبوا عليها. صافي كنطلق المره الاولى والربع والمره الثانيه باش كتجينا الشباكيه مجعبه وشاربه العسل. وغادي نوضعها في واحد البلاستيكه ونستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي ونديرها في الثلاجه ترتاح. ومن بعد غادي ندوز نطلقها في الوراقه. اللي ما عندوش راه ممكن يطلقها غير بالدلاك. هنا راه قسمت كل مربع او كل ظرف على 2 وغادي نطلق باش نسهل على الوراقه. ومن بعد غادي ندوزها في الوراقه او الماكينه كل واحد وكيفاش كيسميها. هنا دوزت انا في ال5 وعاودتها في ال4. اللي بغى يعاودها في ال3 كتجي رقيقه مزيان تجي الشباكيه رقيقه. هنا بالنسبه للتقطاع كل واحد وباش كيخدم. كاين اللي كيخدم بالجراره، كاين اللي كيخدم بديك الاله اللي بانت لكم كتسهل شويه المأموريه في التقطاع وكتساعد اللي يدوب بوحدو. صافي هنا انا غادي نشبك معكم بالطريقه ديالي وكل واحد كيدير الطريقه ديالو. صافي كنهز واحد ونحط شريط ونهز شريط حتى كيولوا عندي
3 من هنا و2 من هنا، وكنقرص دوك الرويصات اللي كيكونوا لتحت باش ما تحليناش الشباكيه في القلي. كما كتلاحظوا في الصوره، اللي بغى يخليها هكا يخليها، واللي بغى يجمع لها هاد الجنيبات بحال هكا يجمعهم ليها صافي. وكنخليوها حتى كتنشف، عاد كنقليوها. انا هنا كانت عندي كميه كثيره، خليتها تبات حيت خدمتها اصلا في الليل حتى نشفات، والصباح عاد قليتها. اللي بغى يخليها تبات غير ما يكثرش فيها الخميره وما غادي يوقع ليها حتى شي حاجه. صافي هنا ساليت الكميه اللي عندي كامله في الشباك، راه خرجت ليا كميه معقوله كما كتلاحظوا. صافي وخليتها حتى باتت، والصباح بديت كنقلي، خليت الزيت حتى سخنات ووضعت فيها الشباكيه، وكنبقى نقلبها من الجهتين حتى كتاخذ اللون ديالها، وكنوضعها في العسل. لاحظوا هنايا راه كنوريكم التبويقه او مني كتبوق في الزيت. هذا دليل على ان الشباكيه ديالكم ناجحه. صافي وكنبقى نهزها نحطها في العسل، راه كلشي كيعرف يقلي ويعسل، وكنخليها حتى كتشرب العسل مزيان، ونهزها ونعاود نوضع عاوتاني القليه الثانيه، وكنستمر حتى كنسالي الكميه اللي عندي. هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما تسقطرات من العسل. كنتمنى تكون عجباتكم الطريقه، والطريقه كانت واضحه. هنا غادي نرش عليها شويه ديال الجنجلان، كيبقى اختياري، ممكن ترشوها باللوز هاشي او كل واحد وباش كيبغي يزين، الاذواق كتختلف. رمضان كريم وعواشركم مبروكه. هنا غادي نفتح معكم وحيده تشوفوا القوام ديالها او كيفاش دايره من الداخل. لاحظوا راه كتجي شاربه العسل معلكه. ما تنسونيش من الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.